نار ودخان، هي هكذا تبدأ الصورة. هو الانفجار الأقوى من نوعه يضرب مدخل سيطرة رئيسية في الحلة. انتحاري بسيارة ملغمة يدخل وسط الطابور يفجر نفسه، والكارثة تحدث، شهداء وجرحى، لكن من الصعب معرفة العدد. واقفين بالسيطرة وما شوف لنا طقت علينا وما ندري، وبعد احنا ما ندري بنفسنا. بالقوة طلعنا نسوان وياي خطية جرحن في المستشفى، وبعد هاي ما ضحايا كل شيء بالقوة طلعناهم. قعدنا الصبح قاعدين عائلة، ما حسينا غير الجام فوق روسنا والشباك كله علينا، احنا جهالنا وعوائلنا وكل هسه جرحى بالمستشفى. وتفضل حط الكاميرا وشوف تفضل المنظر اللي صار بينا، فاجعة من الصبح. هي هكذا تبدو الحلة، تعيش أسوأ أيامها، دماء تسيل وأرواح تزهق وإرهاب لا يقف عند حد ما. سيطرة الآثار هي الهدف الأبرز لهم. ناس جهال راحت، شرطة راحت، والاسعاف يشيلها تطلع بالتلفزيون يقول لها 5 6 عمي خلي يجون يشوفون صور. ناس كلها راحت، انا اشوف الدمايه من الصبيح لهسه هواي راحت. من كان في هذه السيارات المحروقة أما استشهد أو كان في جروح خطرة. وبما أن الأحداث الأمنية تتسارع مع موجة هذه التفجيرات، تتسارع معها أحداث أمنية لا ينساها العراقيون. هي كارثة بمعنى الكلمة. لم يعلم أصحاب هذه المركبات أنهم على موعد مع الموت. انتحاري دخل إلى وسط هذه السيطرة، قام بتفجير نفسه، أدى التفجير إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين وكذلك عناصر الشرطة. لكن يبقى السؤال الأبرز: إلى متى تبقى هذه الخروقات تضرب وسط مدينة الحلة؟ من موقع الانفجار في سيطرة الآثار في مدينة الحلة، أحمد عماد، قناة بلادي.